السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنعمل مع بعضنا صوص الشوكولاتة اللي انتوا شايفينه ده. بمكونات موجودة في كل بيت، سهل جدا. تستخدميه في كيكات، في تورتات، في اي حاجة هتلاقيه موجود، وحاجة جميلة فعلا، هيعجبك ان شاء الله. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. يلا تعالوا بقى مع بعضنا نشوف المقادير. شايفين عامل ازاي؟ طبعا عايزة تخففيه تتقليه دي في ايديك. معايا هنتي مج لبن، ومعايا مج الا معلقه لبن بودره، ومج الا معلقه كاكاو، ومعايا 4 معالق زيت، ومعايا مج الا معلقه برضو سكر بودر. انا حطيت كوب اللبن، وهحط ال4 معالق زيت، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهحط معاهم السكر، يبقى اللبن والسكر والزيت. هضرب بقى دول في الخلاط الاول. هبدأ بقى انزل هنتي باللبن والبودر والكاكاو. يبقى الكاكاو واللبن والبودرة والسكر مش كاملين، يعني حاجات، يعني كل مج ناقص معلقة. وزي ما انا قلتلك تتقليه وتخففيه دي براحتك. عايزاه تقيل خفف اللبن، عايزاه خفيف خلي اللبن زيادة. هنا كان معايا كان خفيف، فانا قلت هحط معلقة كاكاو تاني زيادة، والكاكاو يكون خام مش محلل. هنا بقى كان معايا اهو، ولسه كمان لما يقعد في التلاجة كمان هيجمد تاني. يعني انت تعمل حساب ان هو لما بيقعد بيجمد، فانا هخليه كده لان انا هحطه على الكيك، فعايزاه يبقى سايل شويه. ما تنسونوش باللايك والشير والسبسكرايب، واللي ما اشتركش في القناه يا حلوين يشترك لي فيها. شوفوا عامل ازاي، ولسه هيتقل كمان تاني. سهل واقتصادي وبسيط. بدل ما تشتريه. طبعا ما تشتري طبعا سعره غالي بخلاف لما تعمليه في البيت. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم. شايفين بقى عامل ازاي؟ دمتم بخير.